عسلامة، إن شاء الله تكون الناس الكل بألف خير. اليوم باش نشارك معاكم دبارة من دبارات رمضان تنجموا تعتمدوها في كيما الليلة، في ليلة النص وإلا في ليلة 27 إن شاء الله. أخذت أول حاجة باش نفوح اللحم للكسكسي متاعي. اليوم باش نعمل كسكسي مفرد هلالي. أخذت طروف اللحم العلوش، حطيت ملح، فلفل أكحل، فلفل زينة، ولنا طماطم خضراء. خذيت دوب كعبة كبيرة قصيتها على 4، وكعبة بصل باش نقصها على 4 زادة. كعبة البصل كما شفتوا هون الحجم نتاعها كبير، لأن الخضرة ما نقصهاش صغيرة باش من بعد كيف نسقي الكسكسي كالطروف نتاع الخضرة يقعدوا لي في الصوص ما يجيونيش في الكسكسي يقلقوني. بالنسبة ليا اني خاطر ما نصفيش الصوص نتاع الكسكسي كي نجي باش نسقي. حطيت مغرفة اقل من مغرفة الماكلة هكية طماطم معجونة، وزيت زيتونة حكاية 6 مغارف. نخلط اللحم بالباهي ونغطيه نخليه على جنب باش يتفوح. لأن كثرت شوية الزيت، نسيت ما قلت لكمش اللي هو زيت زيتونة استعملت، يبنن على الاخر زيت زيتونة مع العلوش. كثرت شوية زيت باش من بعد كيف نثري الكسكسي نلقى كل دايم يعوم فوقه. لأن باش نعمل معهم طاجين. خذيت 2 طروف لحم علوش، الوزن متاعهم حكاية 150 جرام. خذيت راس بصل متوسط فرمته جويد على الاخر، ملح، فلفل اكحل، كركم. كثرت شوية كركم باش يجيني اصفر مزيان. ملح ما تكثروش، على حسب الزيت، على حسب الفرماج نتاعكم مالح ولا. انا حطيت 3 مغارف ما همش معبيين زيت زيتونه. نخلط المكونات الكل مع بعضهم، وين الطاجين ما نقليش بالكل هكايا، نخليه حتى فين اللحم والبصل يسيبوا الماء نتاعهم ويعاودوا يشربوه هيك، نتحصل على تختوخ والبصل واللحم يطيبوا في الماء نتاعهم. ديما نعمل الطريقه هذه يطلع لي بنين على الاخر الطاجين. حطيته على نار هاديه مغطي بالطبيعه، لان باش نعمل شوربه بالسبراس. عندي كعبه السبراس نتاعي حطيت عليها نصف راس بصل صغير، وعندي فص ثوم كبير قطعته. طماطم معجونة مغرفة ما نكثروش باش ما تطلعش متختخة وقوية. حطيت عندي الساقين متاع الكلافس، وفوحت ملح وفلفل اكحل وكركم وفلفل احمر. ما نكثرش الفلفل الاكحل والفلفل الاحمر باش ما تطلعش حارة برشا. وهذه سيبولات ونعبيها حتىش للوذنين متاع الطنجرة بالماء سخون، ونحطها فوق الغاز على نار هادية وهي مغطية حتى فين تطيب لي أكل كعبة حوت. وكل خضرة زادة تسيب النكهة متاعها. لأن مشيت باش نشعل على الكسكسي، حطيت ماء سخون يغلي مرقد. لأن أنا ديما نستعين من لولي أنا نستعمل الماء سخون، أما الغاز إلكتريك باش ما نقعدش نستنى فيه حتى ساعة يسخن الماء والكل يبطأ. أنا ديما نمرق بالماء سخون، لأن الكسكسي باش نكسكس. ديما تسألوني على كمية السميد اللي نستعملها، لأن حكة وشتر يشتر ماهوش كامل، معناها حكة وربع استعملت. ديما نستعمل حكة النسلين كاين بها كما كانت أمي تعمل. لأن حطيت زيت زيتونة باش نبسبس أكل كسكسي. السميد بالزيت زيتونة، السميد اللي نستعمله هو سميد متوسط. لقيتها أحسن طريقة نتعامل فيها مع السميد لنا باش يجيني كعبة كعبة. ومن بعد دوب حفنة ماء باش نبلو وكهو، ونحركو بيدي بالباهي حتى فين يتبل. ردوا بالكم خاصة لأنه ما تكثروش ماء سينو يعجن. كسكستو بالباهي. توا باش نغربلو. هوني في اللول بخلت باش نمد الغربال، يا اخي هي في الطفيرة الثانية مديته. هو مادامو ماهاش منفخة الكعبة مش طايبة يتعدى من الصفاية هيك ما يقول شيء، اما من بعد كيف يطيب ما يتعداش خاطر تتنفخ الكعبة. لأن نتخلص من الكعابر الكل كاي ديما في الكسكسي مفرد والا كسكسي العرس نغربلو السميد متاعنا باش ما يبداوش فما كالكعابر، يبداو مش مزيانين. نغربلو توا ونغربلو كي يطيب. حسيتو تو تشوفوا المراحل الكل كاي. واللي يقول كسكسي دار العرس يقول المسكتة والعود. العود هو اساسي، من المسكتة اختياري، المتوفر عنده يحط واللي مش متوفر ما يحطش. حطيت 3 عود قرنفل، وحطيت 3 كعبات مسكتة بما انها هي الكمية صغيرة، وباش نحط في الكسكاس ونحطه يفور.
45 دقيقة على نار متوسطة. هوني التختوخ متاع الطاجين طاب، ما زدتوش حتى نكتة ماء. انا تحصلت على التختوخ. من المستحسن نخليه شويه هكا صوص مبلوله، ما نشيحوش برشا اللحم باش يجينا الطاجين بنين. خليته يبرد على جنب باش الفرماج ما يذبليش ويتحل الكل. وباش نحضر سلطه تونسيه. يعني السلطه نحبها جويده، ما نحبهاش هكا تبدا مقطعه كبيره، لا على 4 ولا رونديلات ولا حتى شيء. نحبها جويده الحقيقه. كيما استانست في دارنا ناكلها. لان عندي كعبات فجل زاده باش نقطعهم بنفس الطريقه مكعبات صغار. نقطعهم شرايح على خاطر معناها بديت بالمكعبات نكمل مكعبات السلطه باش ما يبداوش ناس طوال وناس قصار وناس مدورين. عندي شطر كعبه طماطم دوبا الليله هيك معناها طيبت. عملت سلطه باش ما تقعدش داخله خارجه الفريجيدير. هوني البطاطا للطاجين نسيت ما عملتهاش، قطعتها رشيت فوقها شويه زيت. اني ما نحطش لا نفوحها ولا نحط لها ملح. حطيتها في الاير فراير 180 درجه مده 12 دقيقه. وهوني نصفي الشوربه. كما شفتوا هنا خذيت الصفايه صفيتها اكل خضره وكل الساقين نتاع الكلافس والكل باش نخليهم هما كعبه الحوت هكا لا يجيني لا فيها لا شوك ولا حتى شيء، ولا نقعد نغلي في كعبه الحوت ومن بعد نمرق بالماء نتاعها. انا كيما هكا بوها على خوه. صبيت عليها شويه ماء باش شللتك الصحفه. وكان ريتوني في اللول صبيت الماء البارد فوق كعبه الحوت باش هكا يسهل عليا التسبيل نتاعها. حطيت الاوراق نتاع الكلافس، كان تحبوا تحطوا معدنوس ولا تستغنوا على الكلافس كان مكم من الناس اللي متحبوش. سبلت كعبه الحوت ورجعتها في الصوص نتاعها. وهوني باش نحط زوز مغارف شوربه الشعير ونخليها تعوم بحرها. معناها حتى فين نطفي على فطور. انا نخليها تغلي برشا الشوربه حتى فين سايبه النشا نتاعها. هوني باش نبل الكسكسي كيما العاده وكيما استانستوا بيا شويه زيت زيتونه ومن بعد نمرقها. مش نمرقها نبلها بحكايه 50 مليلتر ماء على خاطر شويه كسكسي مش برشا. ديما في رمضان من نكثروش الماكله باش ملوحوش نعمه ربي. في الاول نبلو هكا بالمغرفه ومن بعد بيدي. وريتكم برشا مرات كسكيس الكسكسي سميد واش نرجعوا يعاود يفاور مرة أخرى. هوني تختوخ متاع الطاجين برد، البطاطا حضرت، حطيت فوقها 100 غرام فرماج رابي شوية معدنوس وحرتين عظام. طاجين عادي ما فيه حتى شيء زايد لأن العظام حطيت فوقه شوية فلفل أكحل فرشك تنحى الزفارة متاعه. خلط كل شيء وش نحطه في المولة متاعي مدهون بالزيت على 180 درجة. لأن العلو متاع الطاجين على حسب المول اللي باش تحطوا فيها. بطبيعة كان باش تعملوا مول كبيرة وباش يبدا الحشو الخليط متاع الطاجين في القاعة متاعه باش يجيكم واطي الطاجين. لأن قرب شقان الفطر باش نفوح السلطة ملح فلفل أكحل وزيت زيتونة ونخلطها وكهو. كان تحطوا فوقها نعناع يبنن على الاخر. السلطة التونسية هذه نجموا تزيدوها معيس تزيدوها معدنوس اللي تحبوا نتوما. هي سلطة تحطوا فيها لا تحبوا. زينتها بكعبات زيتون وكهو. السلطة متاعي حضرت. لأن الكسكسي حضر باش نغربلو بالغربال على خاطر باش نحيو أول حاجة أكل كعابر يبدأ كعبة كعبة الكسكسي بما إنه كسكسي متاع مناسبة معناها لازمنا نستعناولو. واش نحي منه عود القرنفل والكعابر وكل مسكته على خاطر ما نلقاوهاش من بعد وكي تجي تحت السنين ما هيش باهيه حتى طرف تبدا كان هيلوبان تبدا. وثريت بك الزيت اللي فوق في وجه الطنجره ولا في وجه المقفول ونحطه في طبق تقديم. لان التبسي بتاعي شيخ عليه على الاخر. لقيت الفخار في الكارفور اخذت منه شيخ عليه على الاخر. التبسي قوش عليه مش عمله شنو عندي. لأن الحمص ما وريتكمش كيفاش طيبته. سمطته في ماء وملح وشوية فلفل أكحل وشوية زيت حتى فين طاب. كيف طاب حطيت عليه زبيب بطبيعة منقي ومغسول لين تنفخت الكعبة.
وكهو زينت الكسكسي بالعظام والفلفل المقلي والكل. وفي العادة الكسكسي مثلا منحطولوش فلفل مقلي، أماني نحبوه برشا، يبدأ فوق الماكلة الفلفل والكل. هوني لنا الشوربة متاعي حضرت، هذا هو السلطان متاع الأعياد والمناسبات متاعنا، وهذه هي كانت تبارتي اليوم. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال، وشاهية طيبة.